بسم الله الرحمن الرحيم. الرسالة رقم 46 من عوني عبد بطرس حدادي من الأردن، نقلا عن عدة وكالات أنباء ومن بينهم المدينة نيوز. حدث في الأردن في الرمثة شمال الأردن، العريس قتل المطرب أثناء غنائه. المدينة نيوز خاص أكدت مصادر أمنية أن المطرب العراقي ثامر يوسف الشمري 16 عام، يعني مطرب طفل، قتل مساء الخميس 19/12/2013 أثناء حفل زفاف في مدينة الرمثة شمال الأردن. وأضافت المصادر أن العريس قام بإطلاق عيارات نارية من سلاحه الآلي احتفالا، إلا أن السلاح وقع منه وأصاب المطرب أثناء غنائه، مما أدى إلى إصابته بعدة طلقات بمنطقة الرأس أسفرت عن وفاته. ووصلت إلى المكان الأجهزة الأمنية ونقلت المصاب إلى مستشفى الرمثة الحكومي الذي تعرض لأعمال شغب وتكسير بعد إعلان وفاة المطرب. بينما إحدى الإذاعات الأخرى بتقول لك أكد شهود العيان للسوسنة، وكالة أنباء السوسنة نيوز، أن الشاب أصيب برصاصة في رأسه خلال إطلاق كثيف للعيارات النارية في إحدى حفلات الزفاف. هلا وأضافت السوسنة إلى أن المصاب نقل بواسطة مركبة أحد المواطنين إلى مستشفى الرمثة الحكومي، ونظرا لخلو المستشفى من الأطباء المختصين قام عدد من الشبان الغاضبين بالاعتداء على مرافق المستشفى. يعني أول شيء عندنا تقصير بجميع مستشفياتنا مفهومة، يعني كان بإمكان إنقاذهم هو أو غيره، صارت كثير حالات قبله. الشغل الثاني، اللي 3 سنين بنشر فيديوهات عن الأسلحة وقلت الأردنيون في بيوتهم يملكون أكثر من 1.5 مليون قطعة سلاح، وخصوصا العشائر الكبيرة اللي محسوبة على النظام، وعم بينزلوا فيديوهات برشوا طلق وطخ في أفراحهم على مرأة من القصر الطاغية الأردن، وعلى مرأة من الأمن العام والداخلية والوزارات والحكومة والنواب، إذا بوسط النيابة وجاب رشاش وطخ. البلد مفقود السيطرة فيها كأردن، وطاغية الأردن بيطلع بدل سيارة بده ينقذ واحد سيارته مغرزة، وكان 200 سيارة قبله مغرزات، ورانيا طالعة تلعب ثلج معه ومع بناتها في مجنزرة خاصة له وكاسحة للجليد. بينما الشعوب ما عندهم جرافة تفتح لهم طرق أمام بيوتهم أو إلى أعمالهم. هذه هي الأردن. انتظروا الفيديو رقم 47 سيكون مباشرة بعد هذا عن حادث مقتل امرأة وأطفالها ال4. لا حول ولا قوة إلا بالله، والسلام عليكم ورحمة الله